هذا نحن نحملك أنت يا عبد الله بن حسين عن فقر الأردن وخرابه، أنت وزوجتك الشيطانة، أنت وزوجتك الشيطانة، هذه زوجة شيطانة، خلصنا منها حتى نقدر نتنفس. هذه شيطانة هي وأهلها، نهبوا البلد وأثروا على حساب الأردنيين، أثروا واغتنوا وأصبحوا من أصحاب المليارات. هذول جونا أمس من الكويت، الله أكبر، أمس جونا من الكويت لاجئين الآن أصبحوا أصحاب مليارات. ما قصرنا بقى. على حساب من؟ إحنا استقبلناكم وعطفنا عليكم وضبيناكم في بلدنا، الآن تنهبوننا. لكن من المسؤول عن هذا النهب؟ المسؤول أبوكم بالتبني وزوجته. هذا الخراب إلى متى يستمر؟ إلى متى؟ ما ظل في البلد شيء، البلد مبيوع على البلاطة، ما ظل شيء، كل مؤسساته مبيوعة، كل ثرواته مبيوعة، حتى ميناءه الوحيد. أحد يبيع ميناء وحيد في دولة؟ وين بدنا نوقف؟ وين إلى متى؟ وأنت تصمت، حتى خطاب لا تجرؤ على الخروج والتكلم في خطاب وتوجهه إلى الأردنيين حتى نفهم أنت شو أنت متهم يا عمي، أنت يا عبد الله بن حسين متهم. كل عشائر الأردن وسكان الأردن وأهل الأردن يتهمونك أنت لماذا لم تخرج وتبين وتوضح للأردنيين هذا المشكل العميق وهذه العزمة الصعبة في الأردن؟ أين أنت؟ احنا ما ندري عنك وين أنت عندنا يوم وبرا 20 يوم، أنت عندنا يوم واليوم الثاني وإنك بجنوب أفريقيا تلعب قمار، أنت عندنا أو ثاني يوم براس